نخوت، السلام عليكم. اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد الرحله شيقه للغايه. هاد الرحله اللي غنتوجهو فيها للشاطئ ديال بوزنيقه، حيت اننا تما غادي نحاولو نصيدو الاسماك بتقنيه الغوص الحر، ومن هنا نكتشفوا المصيد تما كيف داير، ونحاولوا ناخدو عليه واحد الفكره عامه. بالنسبه للمعدات اللي غادي نحتاجو في هاد الرحله، غادي نحتاجو القفازات ديال الغوص، نحتاجو نظارات ديال الغوص كذلك، مصباح يدوي، سكين، ونحتاجو حزام الاثقال. ولكن بما ان الجو ما باردش بزاف اليوم، فانا غادي نكتفي فقط بالقفازات العاديه. لبسنا المعدات كامله، ودابا نتوكلوا على الله ونبداو رحله الصيد ديالنا. اليوم الاخوان انا كنتواجد بالضبط في شاطئ بوزنيقه. كما كتشوفوا الاخوان اليوم بانوا لي كونديسيون ديال البحر مزيانين. كما كتشوفوا البحر مكالمي اليوم. فانا وجدت الماتريال ديالي ونشوفوا شنو نقدروا نخرجوا من هنا ان شاء الله. نتمناو ان شاء الله تكون شي حصيله زوينه. خليكم معنا. وهنا غنكتشف الصدمه الكبيره، حيث انه اللحظه اللي غادي نغطس فيها كنتفاجئ بان الرؤيه شبه منعدمه. مكايناش صفاوه والو، البحر كحل. شكون واقيلا معصب باش الشاب وداك الغيث ديال الرمله كينزل للبحر كيوسخ الماء كامل. كاين الظروف ديال البحر زوينه صراحه، البحر مكالمي بزاف كما كتشوفوا، ولكن راه الصفاوه ما كايناش. ولكن شي ما يمنعناش اننا نصيدو، غنستخدموا واحد الطريقه اخرى ان شاء الله. خليكم غادي تشوفوها. شوفوا شنو غنلقاو هنا. اللحظه اللي نزلت فيها البحيره كنتفاجئ بوجود كميه كبيره من بلح البحر من الحجم الكبير. شبعنا شي بركه من هاد الحفره، وغندوز واحد الحفره واحده اخرى ان شاء الله ونشوف شنو فيها. البحر هاج ما عرفتش علاه، سبحان الله العظيم. البحر ما تقدرش تتوقعو، اي لحظه يقدر يهيج، يعني عمرك ما تثيق في البحر. يا سلام، واحد المنظر زوين. ايوه وهنا هبطت الحفره الثانيه، واول حاجه اختلفت الانتباه ديالي هو هذا المنظر الجميل ديال المياه اللي كان على شكل شلالات صغيره.
كملنا رحلة البحث ديالنا، ولكن المفاجأة هو أن هذه الحفرة كانت فارغة تماما وما لقيناش فيها داكشي اللي بغينا. حفرة ما فيها والو، خاوية. شوفوا هادي تاهي، الحمد لله الحفرة كانت عامرة ببلح البحر، ودابا نكملوا عملية الحصاد ديالنا. ما غنكتفيوش بهذا القدر، انما غادي نزيد نكمل رحلة البحث على المزيد من الحفر، نحاولوا نجمعوا اكبر قدر نقدروا عليه. اجا واحد بيسين صغير هالا. ايوا الله الله على راحة. شو على منظر مورايا كي مشكل. أثناء عملية البحث كنصادف واحد الكائن غريب اللي في الظاهر ديالو كيبان لي بحال شي سمكة، ولكن اللحظة اللي كنقرب ليه كيتشابه لي مع شي سلحفاة صغيرة. حاولت نخلعو باش يتحرك، ولكن رغم المحاولات إلا أنه بقى جامد في بلاصتو ومبغاش يتحرك. اللي عنده شي معلومات على هاد الكائن يبارطاجيها معنا في التعاليق. اخوان الله يجعل شي بركه.
جمعنا شي بركه ديال بوزروك. عرفتي دابا نخرج ونبارطاجي معكم داكشي كامل اللي جمعت. القفه عمراش الحمد لله. غنمشي نخرج دابا بركه. شوفوا هاد الحصيله اللي جمعنا. كاين الحصيله. كاين شي بياسات كبار صراحه بزاف. كاين المعنى كاين. غادي نمشي للدار ان شاء الله نصايب واحد الطواجن يكون ناضي. اخوان بالي البحر هرب بزاف حيت الماريه كبيره اليوم شي شويه، وبات لي الصفاوه طاحت برا، اما داخل ما كاينش الصفاوه، بات لي الصفاوه طاحت واحد شويه برا هنا في هذا السخر اللي كاين برا. المهم غنهز الفيزي ديالي ونهز البيل ونمشي نقلب على الله الا لقينا شي حاجه ما بين داك السخر. الخوت بما اننا خرجنا زيرو حصيله بالنسبه للحوت، بالي واحد الريس هاز القصبه وجاي خارج، فمشيت عندو سولتو الا كان مصيد شي حاجه وعطاني شي بياسات. تبارك الله باقا حيه. كاين واحد البياسات ديال الحلامه، بياسات زوينين تبارك الله. يلا ضربوها دابا. هاد الرويطيله هادشي كامل الاخوان خلى ليه ب100 درهم. المهم راه قال لي الا بقيت هنا من هنا حتى العشيه راه يقدر يزيد شي حاجه اخرى، حيت البحر الاخوان خدامه به دابا، خدامه فيه غير القصبه. بالنسبه للغطيس ما موفيزافير. المهم نمشيو نشوفوا الاخوان كما قلت لكم، ندوروا ما بين داك الصخر اللي برا، على الا لقينا شي روطاله ولا شي صنور نزيدوه مع هاد الحصيله هادي حتى هي. بالرغم من الظروف الصعيبه اللي كانت تحت الماء والرؤيه الشبه منعدمه، الا انني صادفت واحد السمكه راسكاس في هذا الجحر، والحمد لله تمكنت منها. الظروف تحت الماء زادت ساءت كثر والرؤيه غدا كتنعدم، فلذلك اضطريت انني نكتفي بهذا القدر ونحبس. خوت صافي الله يجعل شي بركه. وانا غنمشي دابا نقي داكشي اللي خديت مع داك الريس. واول سمكه غنبداو بها هي هاد سمكه الراسكاس، واللي لازم اخذ الحيطه والحذر اثناء التنظيف ديالها، نظرا لانها كتحتوي على العديد من الاشواك السامه. فضربه واحده من هاد الاشواك كافيه بانها تسبب لك الم مبرح في موضع ديال الجرح. وكما كتشوفوا عندها اشواك كثيره محيطه بالراس وفي الظهر والزعانف ديالها. هنا غادي نستخرجوا الاحشاء ديالها ونحاولوا نكتشفوا شنو واكله. هنا حليت البطن ديالها، ولكن كنتفاجئ بانه كان فارغ تماما. ودابا ندوزو لهاد سمكة البوري. فاثناء التنظيف ديالي لهاد السمكة كنتفاجئ ان الفتحة ديال البطن ديالها يخرج منها واحد السائل ابيض لزجي.
وهذا هو السائل اللي غالبا كتستعملو هاد السمكة في تلقيح ديال البيض في موسم التكاثر. استخرجت الأحشاء ديالها باش نشوفها شنو واكلة، ولكن كنتفاجأ بأن البطن ديالها كذلك كان فارغ تماما. ودابا ندوزو لسمكة حلامة أو السمكة المهلوسة. هاد السمكة تقدر تسبب الإنسان واحد اضطراب ديال القلق أو هلوسة مؤقتة، نظرا لأنها كتستهلك واحد النوع ديال الطحالب اللي كيكون سام، وهاد السمية كتنتقل كذلك الإنسان عن طريق استهلاك ديال هاد الأسماك. فكما كتشوفوا استخرجنا الأحشاء ديالها ولقيناها عامرة بالأعشاب والطحالب البحرية اللي كتعتبر غذاء رئيسي لهاد النوع ديال الأسماك. دابا ندوزو للأخطبوط ونشوفو طريقة التنظيف ديالو. فكما كتشوفوا كنشدو الرأس ديالو وكنقلبوه وكنستخرجو كاع دوك الأحشاء اللي كيكونوا لاصقين فيه. كذلك منساوش الفم ديالو اللي ضروري حتى هو خصنا نحيدوه. وصلنا الاخوان لنهايه ديال الفيديو. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو تدعمونا بواحد لايك وديروا اشتراك القناه باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. فالاخوان كما كتشوفوا انا راه كنوعدكم المره الجايه اننا غير تولي الظروف مواتيه الاخوان الغوص غندير واحد التقصيره زوينه الاخوان على الحوت. المهم نتلاقاو في فيديو جديد مع خرجه جديده ومغامره جديده. تهلاو.